صباح الخير، صباح النور، صباح السعادة على عيونكم. الساعة دلوقتي 7. نزلت أقفل الأوردرات. بجد أنا مبسوطة قوي 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 لقمة الدعاوي اللي انتوا دعيتوها لي بظهر الغيب، ولمجرد ان ناس تدخل من غير ما يكون لها طلب تدعيلي. أنا أول مرة أحس إن أنا صاحية مبسوطة مرتاحة. الحمد لله يا رب. ربنا يكرمكم ويفرح قلوبكم ويكبر بخاطركم زي ما انتوا يا رب فرحتوني وجبرتوا بخاطري ورضيتوني. كلامكم الجميل ده فوق راسي من فوق، والله العظيم فوق راسي من فوق، وشهادة اعتز بيها وشرف ليا. يعني انا عايزة اقول لكم ان انا كل ما بحس ان انا مخنوقة او متضايقة بفتح تعليقاتكم وبدخل ابص عليها. يعني كفايه ان ربنا جعل لي ناس زي العسل زيكم يدخلوا لي كده، لا يعرفوني ولا اعرفهم، يدعوا لي بظهر الغيب. ربنا يكفينا واياكم شر الناس الحاقدين، شر الناس اللي بيكون جواهم سواد. يا رب يكفينا شرهم يا رب. من اليوم طاقه ايجابيه، مفيش اي عصبيه، مفيش اي توتر، مفيش اي ضغط ان شاء الله. وده بفضل ربنا ثم بفضل دعائكم انتوا. حاسه ان انا مبسوطه، حاسه ان انا عايزه اتكلم. لو الشبكه معايا كانت تساعد كنت فتحت لايف وقفلنا سوا. الشنط انا بقفلها كده وبكتب عليها بالقلم الفلوماستر وببسترها وبحطها في كيس كمان علشان القلم الفلوماستر ما يمسحش منها. اي حد محتاج اي استفسار في اي حاجه انا تحت امره، والله العظيم بدون اي مقابل. والناس اللي دخلت تسالني على حاجات تشهد بكده. انا كنت عايزه اقول حاجه تانية والله العظيم ما فاكره ايه هي. بص انا عيني حمرا اصلا عشان ما نمتش، ومع ذلك قايمه الحمد لله الحمد لله مرتاحه. انتوا لو دخلتوا على فيديوهات الشورتس، انا بعد ما نزلت فيديو كنت رايحه المخزن لقيت كميه نمل فوق ما تتخيلوا، فوق ما تتخيلوا. نمل بطريقه فظيعه فظيعه. هبقى انزله. بصوا بعد ما نزلته رجعت حذفته تاني والله العظيم. قلت لا، انا عايزه اخليكم دايما في طاقه ايجابيه، وعايزه اللي ما اشتغلش يشتغل. قومي اشتغلي. عايزه اوجه نقطه للناس، عايزه اوجه نقطه للناس اللي بيقولوا احنا خياطين وبنعمل مفارش سرير بس مش عارفين نعمل كفر. دلوقتي انت بتعرفي تمسكي المقص، استاذه فيه، وبتعرفي تقعدي على مكنه الخياطه. دي اهم حاجه، انك تعرفي تمسكي المقص وتقعدي على مكنه الخياطه. تمام، معنى كده ان انت محتاجه تشوفي حد بيعمل حاجه وتعملي زيه. ما فهمتيش مني؟ ادخلي عند مدام احسان. هبقى اسيب لكم اللينك بتاع القناه بتاعها، شارحه برضو بالتفصيل الركنه بتتعمل ازاي. ان كانت هي ولا انا او اي حد من بتاع القنوات اللي بينزل حاجات تعليميه، هو مش بينزل مستني مقابل، هو مستني دعوه من القلب هي اللي تقعد له، هي اللي ربنا يكرمه بسببها. فانا او هي، لان انا اتعاملت معاها مع اني ما اتعاملتش معاها، والله انا عارفاها كده، انا عارفاها كده من خلال شاشة. فلقيتها بتدي برضو الشرح، مع ان هي ما شاء الله مش شغلها خالص كفرات، شغلها ملابس، لكن بجد عجبتني قوي وعجبني شرحها. عرفت توصل لكم المعلومة صح. المشكلة عندي في المكان صغير، ربنا يوسع عليا وعليكم يا رب. فعشان كده انا ما عرفتش اشرح لكم عملي، فعشان كده عملت ايه، ركنة صغننة مبسطة. ماشي، لكن ان شاء الله الفترة الجاية استنوا فيديوهات ضرب نار. انتي ما فهمتيش من اميرة حاجة ما تقفيش، ادخلي دوري في بقية القنوات، ادخلي دوري هنا 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 هنا، خدي معلومة من كل فيديو. ما تقفيش وما تستسلميش، ليكي رزق ربنا هيبعتهولك. انتي بتعرفي تقصي مفروشات، بتعرفي تقصي، بتعرفي تقعدي على مكنة الخياطة، بتظبطي، بتعملي ملابس ونفسك تعملي انتريه، اعملي. اميره بواقي القماش تعمل طقم انتريه بدماغك، انت ممكن تعرفي تعملي منه طقم انتريه. مش اميره اللي هتقولك، انا ممكن اقولك تعمل طقم انتريه وتيجي الحاجه تجيلك تدعي عليا وتقولي لا ده انا مش هعرف اعمل منه طقم انتريه. نقطه تانية برضه انا بفتكرها، اللي بتدخل تقولي الطقم الانتريه ده ياخد كام متر قماش. حبيبه قلبي انت اللي هتشتغلي، يعني انت اللي هترفعي مقاساتك. انا ممكن اقولك ياخد 10 متر، ممكن اقولك ياخد 15 متر، لكن انت اللي هتشتغلي.
قصك غير قصي، خياطتك غير خياطتي. اوعي تدخلي لاي حد ايا كان هو مين وتقولي له طقم الانتريه ده هياخد قد ايه، الا اذا كان هو اللي هيشتغل لك فيه. والله العظيم ربنا اللي يشهد عليا ويديني على قد نيتي في الكلام اللي انا بقوله لك ده. انا اقسم بالله ما اخدت ركنه، ما اخدت انتريه وبعته لحد وقلت له ده هيتكلف قد ايه. لا، بقيت اعرف البتاع الكاميرا بتقف. بقيت اعرف عرض القماش 160، اخد مقاساتي على عرض القماش. هدرت قماش كتير جدا في الاول، اكيد يعني هيحصل معاكي كده. خلي عندك ثقه، خلي عندك امل انك انت هتوصلي، يعني هتوصلي. انا حاسه ان انا حابه الشغلانه دي، خلاص ربنا كاتب لي فيها رزق. انا دلوقتي بعمل الشغل من غير مقاسات. هل معنى كده ان الشغل مش متظبط؟ هل معنى كده ان الشغل فيه عيوب؟ هل معنى كده ان في حاجه؟ اقسم بالله ابدا. طب ما انا ممكن اقول لك هاتي لي مقاسات، انا ما بشتغلش الا مقاسات. كل الناس ما بتشتغلش الا بمقاسات، لكن انا بقول لك انا مش عايزه منك مقاسات. وبقيت اصمم ان الناس اللي رايح لهم الاوردرات يعملوا ريفيوهات علشان يقنعوا الناس اللي هي بتقعد تقول لازم مقاسات لازم. ماشي، انت ربنا كرمك وما شاء الله عليكي شغلك جميل وكل حاجه وبتشتغلي بمقاسات. انا ما بشتغلش بمقاسات وعمري ما عيب في حد. اعرفي ان اللي بيعيب في حد بيبقى حاسس بالنقص، اعرفي دي كويس قوي. انا يعني لو انتوا وصلتوا لحد هنا في الفيديو بقولوا لي ان انتوا وصلتوا وسمعتوني لحد هنا. انا بابا كان ناظر معهد، وان شاء الله هعمل لكم فيديو معاه. ناظر معهد وكان جزار، بدأ مدرس وبعدين ناظر معهد، لكن هو اصلا ابا عن جد جزار. كان لما يجي يذبح والمدرسه، يعني هو كان ناظر عليا في المدرسه، ويجي يروح المدرسه بالجلابيه وهي متعصه دم، او يقابل حد من اصحابه كده، كنت ازعل قوي. اقول له ايه ده يا بابا، يا بابا غير، يا بابا شكلك، يا بابا منظرك، انت ناظر يا بابا. يقول لي يا هبله، الجلابيه دي اللي كبرتك، الجلابيه دي اللي خلتك واقفه كده انسه والكل بيتمناها. اوعي تستعر من اي مهنه، اوعي. كان يجي معانا كده واحنا رايحين نكشف على اختي الصغيره وماما معانا، ما كانش يبقى في مكان، كان يفرش ويقعد في الارض. انت ناظر معهد وليك اسمك وليك هيبتك، ومدرسين رجاله بشنبات تحت ايديك، وبتدير معهد كامل، وتنزل تقعد في الارض يا بابا. يقول لي يا هبله، ده انت منها واليها، انت هتتحطي فيها بس هي تقبلك، بس الارض دي تقبلك، انت منها واليها، رايحه لها رايحه لها. اوعي يا اميره تكوني متكبره. يا بابا اقول لي بابا دي مش تكبر، بس انت ليك اسمك، يعني ما ينفعش يا بابا تقلل من نفسك قدام الناس. تهبله، من تواضع لله رفع. ليه انا بقول كده؟ بقول لكم انا واحده على باب الله، انا واحده اقل منكم، مش هقول ان انا واحده اعلى منكم وعندي مصنع وعندي عمال. انا واحده بتلم القماش من تحت المكن علشان تجيبه، علشان تديه لواحده تدعي لها دعوه تقعد لها زي ما قعدت لي كده. انا واحده على باب الله يا جماعه، اقل منكم واقل من الدنيا كلها. يا رب اللي عنده مصنع يبقى عنده 2 و3 و4 يا رب، ويزيدوا من فضله. لكن انا الحمد لله على قدي، وراضيه وحامده وشاكره وراضيه باللي انا فيه. فانا راضيه وحامده وشاكراه. فانا عمري ما اي حاجه تعبني. انا بركب على التروسيكل وهو جايب الشغل، اوقات ما بيبقاش في مكان يقعد يقول لي لا 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 يا ابله اميره، لا 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 مش هينفع، والله ما ينفع. اقول له والله ما هقعد الا هنا، انا حابه كده، ده شغلي وده حاجتي. انا ايه اللي هيضايقني؟ مواصله هتوديني. لما تكون في عربيه داتسون شايله الشغل، لما تكون في عربيه نقل شايله الشغل، انا مفيش مكان جواها بركب عليها، يعني بركب على ظهر القماش. ايه المشكله؟ دي حاجه تعبني؟ انت لو هتتكبري وتقولي انا وانا وانا وانا، والله العظيم ما هتمشي خطوه، والله العظيم ما هتوصلي. من تواضع لله رفع. انا كنت الاول بتنزح، ما كنتش واصله لحاجه خالص. انا في ظرف سنتين معاكم على السوشيال ميديا الحمد لله والفضل لله ربنا كرمني. في ناس بقالها 6 سنين، بقالها 5 سنين، ادخلوا فيديوهاتهم مش هتلاقوا معلومه واحده، وزي ما هما محلك سر. فانا بقول ان المغزى
من ورا الفيديو ده انا ما كنتش محضره كلام ده كله خالص، بس هي جت كده. انا عايزه اقول لك انت شغاله او مش شغاله، مش شغاله ما تستنيش تمد ايدك لحد، اللي بيمد ايده ما بيعرفش يلمها. انا فضلت قاعده في محل 15 سنه، ده برضو مش حاجه تعيب، قعده المحل مش تعيب. انا لما بقول لكم الحمد لله ربنا كرمني من قعده المحل دي مش حاجه تعبني، بس كنت قاعده للكويس واللي مش كويس، واظن انتوا فاهمين. ربنا يكرم الكل ويرزقه من باب بيته. والله والله انا بفرح لما واحده تبعت لي طقم وتقول لي انا عملت ده، بفرح لما واحده تقول لي انا لقيت الحاجه ديت معموله. حاجه تفرح ان انت سبب، ربنا جعلك سبب. فانا هستنى تعليقاتكم، واستنى دعواتكم الحلوه دايما، واستنى دعمكم دايما، وان شاء الله استنوا كل جديد. هنقفل مع بعض برضو الاوردرات، وهوريها لكم هي بتتحط على التروسيكل، وهوريها لكم هي مكتوب عليها الاسامي والحاجه. استنوا معايا.